أهلا ومرحبا بمتابعي قناة المباريات المتلفزة في الجزائر. في هذا الفيديو حول موعد انطلاق جميع البطولات في الجزائر. إذن فيما يخص البطولة الوطنية المحترفة الأولى أكابر ورديف ستنطلق أيام 19 20 و 21 سبتمبر. أما فيما يخص انطلاق الرابطة الثانية صنف أكابر وصنف رديف ستنطلق يوم 20 و 21 سبتمبر القادم. وفيما يخص انطلاق الرابطة ما بين الجهات صنف أكابر فقط ستنطلق يوم 27 و 28 سبتمبر. أما انطلاق القسم الجهوي الأول والثاني سينطلقان أيام 18 و 19 من شهر أكتوبر. إذن فيما يخص انطلاق القسم الشرفي وقسم ما قبل الشرفي فسينطلق في الفاتح من شهر نوفمبر. أما بالنسبة لانطلاق الدورة الجهوية الأول لكأس الجزائر فرق الجهوي والولائي فسينطلقان يوم 27 و 28 من سبتمبر. إذن وفيما يخص انطلاق القسم الأول لكرة القدم النسوية في الجزائر قسم كبريات ستنطلق أيام 25 و 26 من أكتوبر. أما بالنسبة لانطلاق القسم الثاني لكرة القدم النسوية صنف كبريات سينطلق أيام 15 و 16 من شهر نوفمبر. إذن وفيما يخص انطلاق القسم الأول لبطولة كرة القدم داخل القاع سينطلق يوم 25 و 26 من شهر أكتوبر. إذن وفيما يخص انطلاق القسم الثاني لبطولة كرة القدم داخل القاعة سينطلق يوم 8 و 9 من شهر نوفمبر القادم. إذن وفيما يخص موعد انطلاق بطولة الفئات الشبانية في الجزائر إناث وذكور. إذن فيما يخص ذهاب الكأس الممتازة 2024 للشبان ستلعب يوم 27 أو 28 من شهر سبتمبر. وفيما يخص إياب الكأس الممتازة للشبان ستلعب إما يوم الفاتح أو الثاني من شهر نوفمبر القادم. أما انطلاق البطولة بطولة الشبان لفرق النخبة الجزائرية ستنطلق يوم 4 أو 5 من شهر أكتوبر. أما فيما يخص انطلاق بطولة الشبان لفرق القسم الجهوي ستنطلق أيام 18 و 19 من شهر أكتوبر. أما انطلاق بطولة الشبان لفرق الرابطات الولائية ستنطلق أيام 25 و 26 من أكتوبر. وفيما يخص انطلاق الدورة الجهوي الأول لكأس الجزائر للشبان فرق جهوي وولائي ستنطلق أيام 27 و 28 من شهر سبتمبر. أما انطلاق الفئات الشبانية لكرة القدم النسوية جميع الأقسام ستنطلق أيام 15 و 16 من شهر أكتوبر. إذن هذه هي مواعيد انطلاق جميع البطولات في الجزائر لموسم 2024-2025. إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وإعجاب بالفيديو ليصلكم كل جديد. إلى اللقاء.